سعيدة. تسويق بالبلدي، ممكن نقول سيكشن نمبر 4. هنفضل قاعدين شوية في الرعاة والجمعيات. اتسألنا سؤال مباشر، احنا مؤسسة وعملنا ملف كامل وقدمناه للراعي واترفض. طب نعمل ايه بقى عشان يتقبل؟ عشان يتقبل ما تعملش، خلينا عمليين اكتر. انت ما تعملش مشروع انت شايف ان هو من وجهة نظرك هو المطلوب او هو اللي الناس عايزاه. انت لازم تقدم مشروع اللي الناس محتاجاه، مش تقدم مشروع انت شايف ان الناس عايزاه بدماغك انت او برؤيتك انت او من وجهة نظرك انت المعلوماتية. لا، اعمل دراسة بحثية عشان تعرف الناس محتاجة ايه كمشروع تنموي او سيرفيس تتقدم لهم عشان تقدمها للراعي. يبقى رقم واحد لازم احقق هدف الاحتياج. رقم اتنين في المثلث، امكانيات المؤسسه والجمعيه ايه في انها نحقق ده من خلال سواء متطوعين، لوكيشن استقبال، تنفيذ على ارض الميدان، العمليه الماليه برضو معاك شكلها عامل ازاي، عشان لازم يعرف الكيان اللي هو داخل معايا شكله ايه ويقدر يقدم ايه. ده ازاي؟ بالبورتفوليو بتاعك. البورتفوليو بتاعك ازاي يتقدم لسبونسر؟ وانت بتقدم الفايل لازم يبقى فيه الكيو ار اللي بيعمل عليه سكاننج فيخش الويب سايت بتاعك، فمنه على الاكتيفيتي بتاعتك، فمنه على السوشيال اكونت بتاعتك، فيبتدي يعرف انت مين وقوتك عامله ازاي وفي تراست ولا لا. الجزء الثالث في المثلث عشان الراعي يبص في ورقك ويحصل فيه ديسكاس او مناقشه ويتوافق عليه ان شاء الله، ان انت تكون مقدم حاجه في اهتمامات الراعي. يعني قدم حاجه خاصه بالبيئه، قدم حاجه خاصه بتمكين المراه، قدم حاجه خاصه باهتمام بالحمايه الطفل، قدم حاجه خاصه بالدعم المستثمرين الصغار او الهاند ميد او الصناعات الصغيره مثلا، عشان هو ده اللي واخد اهتمامات الشركات او المجتمع او الدوله بشكل عام. ما اروحش اقدم حاجه تانية، ما اروحش اقدم دلوقتي شنطه رمضان وانا عايز ليها راعي. الراعي عايز اثر، عايز اثر مستمر، مش عايز وان شوت وانتهى الموضوع. وان شوت وانتهى الموضوع هو بيعمله بالبي ار بتاعته، بالماركتنج بتاعه، بالسي اس ار بتاعه. انت محتاج ان انت تقدم له اثر في الموضوع. يعني بدل ما اعلمه، بدل ما تيجي نعمل شنطه رمضان، تعالى نزرع الخضار اللي هيتحط جوه شنطه رمضان، فهينزل معاك راعي لان في اثر ممتد اصلا في تحقيق الاستدامه بتاعت الموضوع. دايما تفكر في البعد الثالث بتاع المجتمع. هل لو انا حققت الخدمه او السيرفيس دي بشكل قوي وبشكل مستمر هحل مشكله؟ تمام. طب هل لو انت ما عملتش ده المشكله دي هتتفاقم؟ هتتفاقم. يبقى انت ماسك كنز في ايديك وماسك مشروع قوي في ايديك يتقدم والراعي ممكن يوافق عليه. يبقى لازم ادور على 3 حاجات. المثلث بتاعي 3 حاجات. اول حاجه احتياج الناس في المجتمع ايه، ده فكره المشروع اللي انت هتقدمه كفكره او احتياج خدمه او whatever انت عايز ايه من المانح او من الراعي. 2، قوة المؤسسة ايه او الجمعية ايه او قدراتها في صورة متطوعين او مكان او قوة مالية او قوة تنفيذية او سابقة اعمال في حاجة شبه كده، عشان يعرف ان انت فاهم في ده ولا مش فاهم، هتقدر تعمله ولا لا، يعني خدت فلوس هتعمل ده ولا لا. تالت حاجة اهتمام الكيان نفسه، اهتمام الشركة نفسها. لو شركة مثلا بتتكلم في اهتمامات المرأة يبقى قدم لها في حاجة في المرأة، في اهتمامات البيئة قدم لها في البيئة، في التعليم في التعليم. ده بيتعمل ازاي؟ من خلال الدراسة البحثية التسويقية اللي بتتعمل الأول قبل ما تعمل الخطة والاستراتيجية التسويقية بتاعتك. يبقى هنرجع تاني نقول التسويق هو رقم واحد في أي بروجكت لازم تعمله عشان تحقق إن أنت تقدم مشروع كامل. تسويق بالبلدي الموضوع ببساطه جدا. لو انت عندك مشروع عايز تقدمه او عندك ملف عايز تعمله او محتاج ان احنا نسبورت ليك، سيب لنا في الكومنتات واحنا هنقدم لك الاستشاره المطلوبه ليك وهنساعدك في اللي انت عايز تعمله. وسعيد علينا كلنا.